السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم طواجن البطاطا، طريقة جميلة كده ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتعملوها. طبعا البطاطا من الاكلات الشتوية الجميلة. ان شاء الله هعمل لكم بطريقة مختلفة بقى، وننسي الشوي والسلق والكلام ده كله. انا عندي هنا حوالي كيلو ونص بطاطا مقشراهم وغسلهم طبعا كويس جدا. غسلتهم قبل ما اقشرهم وبعد ما قشرتهم هبدأ بقى على بلانشة كده وبالسكينة هقطعهم حلقات، يعني بأي سمك وبأي شكل. المهم ان انا اقطعهم كده قطع صغيرة علشان لما احطهم على النار يستووا بسرعة. طبعا انتوا بتعملوا الكمية اللي انتوا عاوزينها على حسب احتياجكم بعدد افراد اسرتكم. البطاطا دي بتكون جميلة جدا وفيها قيمة غذائية عالية، لان انا هحط عليها سمن بلدي وهحط عليها سكر وقرفة ومكسرات وحاجات كده. ان شاء الله هتديها قيمة غذائية عالية وكمان طعمها بيكون مختلف. اكيد اولادكم هيحبوها. انا قطعتها بالشكل ده كده. هضيف ليها بقى السكر على حسب رغبتي. انا هنا هضيف مج الا ربع سكر كبير، مج كبير، كوبايه الا ربع. انتوا بقى على حسب رغبتكم تزودوا تقللوا زي ما انتوا عاوزين. عندي هنا كمان يعني حته سمنه بلدي، قطعه كده من السمن البلدي. طبعا لو عندكم زبده هتمشي، ولو عندكم سمنه نوع كويس برضو هتمشي، لكن السمنه البلدي الفلاحي دي طبعا لا يعلى عليها. كمان هضيف الميه مش كتير كده، يا دوب تكون مغطياها او اقل من كده كمان يكون احسن. هرفعها على النار، هتاخد حوالي كده ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير لحد ما تستوي بالشكل ده، بحيث ان هي خلاص انهرست خالص من كتر السوا. يعني لما اضغط عليها كده بالمعلقة بتنهرب بسرعة كده، اعرف ان هي استوت خلاص. بالهراسة بتاعة البطاطس هبدأ ان انا اعملها كده، او باي حاجة، ممكن بالكوباية وممكن في الكبة اللي موجود عندك هتستخدميه. المهم ان انا هرسها ناعم قوي. يعني احاول اهرسها كده. طبعا لو عملتها في الخلاط او الكبة هتكون جميلة جدا. مش عندك خلاص المتوفر هنعمل بيه، المهم ان هي تكون مهروسة بالطريقة دي كده وتكون ناعمة. ان شاء الله انا هعملها لكم بطريقة مختلفة كده غير الصينية وغير اي حاجة. هعملها لكم في طواجن فخار كده صغيرة، لكل واحد ليه طاجن كده على قده، بتكون شكلها جميل ومميز، وفي نفس الوقت هتكون طعمها حلو ان شاء الله. انا هنا بدوقها بشوف سكرها مظبوط ولا ايه، محتاجه سكر تاني ولا لا، وممكن اضيف لها سمنه تاني لو انا حابه انها تكون دسمه، لكن انا هكتفي باللي حطيته في الاول. وكمان هضيف على وشها كده في الاخر قبل ما اضيف او قبل ما ادخلها الفرن. عندي هنا قرفه هضيفها عليها، هتديها نكهه جميله. ممكن تستغنى عن القرفه لو مش حباها، ممكن تضيفي مكانها فانيليا لو عايزه، لكن انا بحب طعم القرفه قوي في الحلويات. وكمان على البطاطا بتدي نكهه جميله جدا. هضيف لها كمان فول سوداني محمص. طبعا حاجات دي اختياري مش اساسي، لو حابه تضيفيها تضيفيها، مش حابه خلاص. ممكن كمان تبدلي السوداني باي مكسرات موجوده عندك. ممكن تضيفي زبيب، وممكن تضيفي جوز هند، ممكن بندق، لوز، فستق. ما تضيفي مش تضيفي حاجه خالص. ممكن تضيفي سمسم اللي حباه، يعني اللي موجود عندك هتعمليه. لكن انا بحب فيها طعم السوداني، بيديها قرش كده وبيديها طعم جميل خالص. خلاص كده انا عندي هنا بقى القوالب الفخار بتاعتي ديت صغيره خالص، على قد كل واحد كده يكون ليه طاجن لوحده. بتديها نكهه جميله جدا، بتكون مختلفه عن الصواني خالص. هبدا بقى انزل كده بالبطاطا فيها المهروسه. هملك كده القوالب اللي عندي. بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. هنا القوالب مش كفت، فضفت كملت الكميه اللي عندي في الفورمه اللي هي بتاعه الرز دي الالمونيا.
عندي هنا سمنة بلدي انا مسيحاها على النار. هبدأ ان انا ادهن الوش بتاعها بيها. السمنة البلدي بتديها طعم مميز كده وجميل جدا. الألمونيا طبعا بتكون حلوة برضو في الفكرة، لكن مش بنفس طعم ونكهة ويعني الحاجة المميزة بتاعة الفخار. بيدي كده نكهة جميلة جدا وكمان صحي. خلاص على كده انا هدخلهم الفرن بقى ياخدوا اللون الذهبي الجميل. انا هنا دخلتهم الفرن، حبيت ان انا اوريهم لكم وهم في الفرن. انا حاطهم مولعه الفرن من تحت ومن فوق، ما بياخدوش كتير في الفرن. خلاص هنا بعد ما طلعوا استنيت عليهم لما هديوا خالص بردوا. حبيت بقى تاكلوهم كده بألف هنا سادة خالص كده براحتكم. حابين تدلعوهم شويه عشان يعني تفتحوا نفس اولادكم عليها زي ما انا هعمل كده. انا هزوقها بالكريم شانتيه وعندي كمان شيكوبون. اي شكل بقى انت حباه كده. الكريم شانتيه كنت عاملاه كده وحاطاه في التلاجة فكان ماسك شويه، كنت حاطاه في الفريزر. طبعا انت ممكن تستغنى عن الحكايه دي خلاص، ممكن تزوقيها بنوتيلا او شوكولاته سايحه عندك. ممكن مش تزوقيها بحاجه خالص براحتك، تزودي على حسب ذوقك انت. ممكن شويه مكسرات كده على الوش وخلاص، هتكون جميله جدا برضو. انا حبيت ادلعها شويه كده واديها قيمه غذائيه اعلى، فزوقتها كده بالكريم شانتيه وكمان شيكوبون كده عشان يديها بس يخليها مبهجه كده تفتح النفس. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا، طعمها مميز ومختلف. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.